السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. رجعت لكم باقتراح آخر للعشاء أو للغداء. زوج وصفات ساهلين بزاف. أنا اليوم جيتكم في هاد لا فيديو بهاد الوصفة تاع المعجنات أو تاع هاد الخبيزات اللي بزاف ساهلين في الخدمة تاعهم، والعجينة تاعهم راح تجي قطنية وبزاف خفيفة. هنا تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. هنا نجيبو إناء نحط فيه 2 كيسان تاع الفرينة. هنا الكيسان تاعي كيما راكم تشوفوهم تاع 220 ملي. نحط 2 كيسان تاع فرينة، نص مغرفة تاع الملح، يعني مغرفة صغيرة، ملعقة ممسوحة تاع السكر، وملعقة ممسوحة تاع الخميرة، خميرة الخبز العادية، ملعقة كبيرة تاع الخل، و4 ملاعق كبيرة تاع الزيت النباتي العادي، وتقدروا ديروا زيت الزيتون. وهنا نزيد عليهم بياض بيضة. هنا الصفار كنت احتفظت به ندهن به السطح، والبياض نحطه في العجينة، ونبدا نلم في المقادير هذو كامل مع بعض. هنا العجينه تاعي سهله بزاف، المقادير كامل نحطهم على ضربه واحده ونبدا نلم فيها بالماء يكون دافي. هنا العجينه تاعي ما لازمش تكون يابسه وما لازمش تكون طريه بزاف. دوك نعد لكم القوام تاعها. هنايا بعد ما لموها نحاولوا ان نعجنوها غير شويه حتى يولي السطح تاعها املس، ومن بعد نحطوها تخمر. بما انه الفصل بارد راح تدي معكم شويه وقت. هنا نحطها تخمر ونروح للمرحله الثانيه اللي هي تحضير الحشو. هنا حطيت 3 ملاعق تاع الزيت مع كميه تاع الدجاج المفروم. انا نقلي هذا الدجاج تاعي مليح حتى يدي لي اللون، ومن بعد نبدا نضيف في التوابل. انا التوابل اختياريه على حساب كل عائله واش يحبوا. انا هنا حطيت شويه راس الحانوت، شويه كركم، شويه كزبر، فلفل كحل بطبيعه الحال، شويه تاع الزنجبيل، شويه توابل الشاورما، وشويه كمون. يعني ما تكونش كميه كبيره، غير شويه تاع الكمون. وعندي هنايا هذو توابل الشاورما، وعندي كميه تاع الثوم اللي تكون بودره. هذه الثوم اللي كنت حضرتها معكم نضيف منها قيس كما راكم تشوفوا معايا تقريبا نصف ملعقه تاع الثوم بودره، ونخلطوا هذا لي زيبيس مع هذاك الدجاج. وبطبيعه الحال ما ننساوش الملح. هنا هذا الحشو اختياري، كل واحد يحط فيه واش بغى. أنا هنا عندي كميه تاع الزيتون الاخضر وشويه تاع المعدنوس، ونخلطوا. هنا تقدروا تكتفيوا بهذا الحشو، تقدروا ديروا اضافات اخرى، مثلا تزيدوا تخليوا البصله مع الاول مع شويه تاع السناريه باه يكثر لكم هذاك الحشو، ولا تقدروا ديروا كما درت انا راح يجي بزاف بنين. هنا نزيدوا ملعقه صغيره تاع الطماطم. هنا كنت حليتها في شويه تاع الماء، ونزيدها مع هذا الخليط. ومن جهه واحده اخرى كنت حضرت شويه تاع البيشاميل كما راكم تشوفوا. هنا ماهيش كميه كبيره، هنا البيشاميل كامل راكم تعرفوا تخدموها وكنت حضرتها معكم في الفيديوهات السابقه. هنا نزيدها على هذا الخليط. هنا الدور تاع البيشاميل، ولا تقدروا ديروا صلصه الجبن، هو الدور تاعها ان تلم لنا هذوك المكونات وتخلي الخليط تاني يجينا معسل. تقدروا ديروا في بلاصه البيشاميل تقدروا ديروا علبه تاع ياغورت طبيعي، او نصف علبه تاع الكريمه الطازجه. وهنا عندي حبه تاع البطاطا تكون صغيره، قليتها قصيتها على شكل مكعبات وقليتها وحطيتها على الخليط تاعي بهذا الشكل، راح يجي بزاف بنين وبزاف زاكي. تقدروا تستغناو على البطاطا. هنا من جهه واحده اخرى العجينه تاعي كانت خمرت لي، نجي نعاودها.
هنا نحطها على سطح العمل، راح تجي بزاف خفيفه. وشوفوا كيف راهي كي طريه، ما راهيش تلصق معايا، بصح راهي كي طريه. نحطها بهذا الشكل ونحاول اني نشكل كريات يكونوا بنفس الحجم. انا هنا الشكل اللي حنديرو راح يكون شويه كبير، يعني نتوما تقدروا تصغروا هاد الكريات على حساب الشكل اللي راح ديروه، لكن هذا الشكل بزاف يعجبني وجديد شويه، يعني ننوعوا على المعجنات اللي نديرهم من قبل. نحلو العجينه تاعنا بشكل طولي بهذه الطريقه. هنا ما نحلوهاش رقيقه بزاف، يعني تكون 3 ملي او اقل شويه. نتوما خليو العجينه تاعكم ترتاح بعد ما تشكلوها هكا، خليوها ترتاح شويه. انا راني نخدم بها مباشره. بعد ما حليتها بالشكل الطولي نضيف عليها الحشو، نحطوه غير في المنتصف ونمشيوه على طول العجين. تقدروا تضيفوا في هذه المرحله الفرماج، تقدروا ديروا جبن طري او جبن مبشور على حسب الرغبه تاعكم. انا هنا ما درتش الجبن، وجبت شويه ما راني ندهن غير بشويه على الحافه تاع العجينه باه نقدر نقفل المعجنات تاعي وما يتحلوليش في الفرن. نقفل بهذه الطريقه، شغل راني نسودي فيها بهذه الطريقه. هنا نصير عليها مليح باه ما تتحليش، ونكونوا كملنا التشكيل تاع العجينه هذه بهذه الطريقه. انا نعاود معكم حبه اخرى، يعني هي طريقه جد سهله وبسيطه، وهذا الحشو بزاف بنين. انا بعد ما نكمل الخبزات تاعي اللي هما جاوني 5 خبزات كبار، يعني هذوك 2 كيسان تاع الفرينه خرجوا لي هذه الكميه. هنا نجي ندهنهم بهذاك الصفار اللي كنت خليته. هنا زدت له غير شويه تاع الماء وندهن به هذوك الخبيزات تاعي بهذا الشكل. بعد ما ندهنهم نخليهم يعاودوا يرتاحوا غير شويه، ويعاود الحجم تاعهم يتضاعف. بعدها نطيبهم في فرن يكون سخون على درجة حرارة 200، وبعدها ندخلوا هذه الخبيزات تاعنا ونخليهم حتى يحمروا لنا من تحت، ونشعلوا لهم من فوق يزيدوا يديونا هذيك التحميره الخفيفه ويكونوا واجدين معانا. هنا اللي يحب يدهنهم، اللي يحب يديرهم تزيين بالفرشيطه كيما درت انا، ولا يرش عليهم شويه تاع الجزلان ولا تاع السينوج، التزيين يبقى اختياري. المهم هو العجينه وهذا الحشو اللي كنت حضرته معاكم. شوفوا معايا كيف راح يجي خفاف، حيجي خفاف بزاف. هنا راهم مازالوا سخونين، هذا وين خرجتهم من الفرن. وشوفوا هذاك الحشو ما راحش يجيو معجنين، راح يجيو بزاف بنان وما راحش يجيو ناشفين من داخل. وهذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى انه تكون عجبتكم وتجربوها او تنجحوا في تحضيرها. انا هنا كنت رافقتهم بالشوربه ولا جاري كيما نسميو حنايا. يعني راح يجي عشاء بزاف خفيف وبنين. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم وهذا الاقتراح تستفادوا منه. مبقى لي غير نقول لكم سلام.